ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا كلكم عارفين ان تريبل اتش عمل معانا الجلاشه وجي اوسو كسب الرامبل. طبعا. وطبعا برضو كلكم عارفين ان طالما جي اوسو كسب الرامبل يبقى كده راسلمانيا باظت. باظت خالص. وطبعا كلكم عارفين ان تاني. المهم انا جاي النهارده اتكلم عن حلول لانقاذ راسلمانيا 41 اللي تريبل اتش هيبوظها. ممكن برضو تمنشنوا لتريبل اتش عشان ينفذ اللي انا هقوله ده، او بلاش تمنشنوا، هو اصلا اوريدي تريبل اتش فاتح الفيديو دلوقتي. احنا هنهزر مع بعض. اول حاجه كده ممكن نطلع بقى من الرويال رامبل هي العداوه اللي ممكن تحصل بين بنتاجون وريمستيريو. دي حاجه كده ممكن الاستاذ تريبل اتش يعملها بعد ما الناس عجبها الفيس اوف اللي حصل بينهم في الرامبل. سامعني يا تريبل اتش؟ اسمع يا ابن تاني حاجه ممكن نطلع بقى من ماتش الرويال رامبل هي العداوه اللي ما يتزهقش منها بين سيس رولينز ورومان رينز. طبعا كلكم شفتوا بصات رومان لسيس في الرويال رامبل. يا نهار اسود، ده بيبص لي ورحمه ابويا بيبص لي يا ضياء. وكل البصات ده عشان نحلف فكرة الخيانة اللي حصلت في الشيلد من 10 سنين. المهم بعد الحوار اللي حصل في الرويال رامبل ده وبعد ما سيس عجن رومان ب2 ستومب، اظن ان تريبل اتش هيعمل ماتش بين سيس ورومان، وبنسبة كبيرة لو سي ام بانك ما كسبش الاليمينيشن فهو هينضم ليهم وهيبقى تريبل ثريد ماتش. وساعتها بقى الماتش ده هيبقى المين ايفنت ونحقق لسي ام بانك حلمه، مال. وفي نفس الوقت نخلص من جي اوسو ونرمي ماتش هو وجونتر في اي 5 دقايق في العرض. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ سامعني يا تريبل اتش؟ اسمع يا ابن اما بقى بالنسبه لجون سينا فانا يا اسطى زعلان منك بجد. هو ايه العبط اللي انت عملته في الرامبل ده اصلا؟ يعني انت ما اكتفيتش ان انت طلعت من جاي حفله وكمان رايح تسلم عليه يا عم؟ يا عم المهم سينا خلاص اعلن ان هو مشارك في ماتش الاليمينيشن، بس انا بصراحه فقدت الامل ان هو يكسب اي حاجه، خصوصا ان هو ما لعبش ماتش تصفيات حتى. بس يعني لو حصلت المعجزه وكسب فهو هيلعب ضد كودي رودز في المين ايفنت. بالنسبه لسامي زين فهو خلاص هيلعب ضد كيفن اوينز في راس المنيا. وبالنسبه لماكنتاير فهو بنسبه كبيره ممكن يلعب ضد داميان بريست. وبس كده، اعمل لايك وسبسكرايب. سلام.